سألت سؤال في انستغرام إن هل تؤمنين أو تؤمن بالحب بعد الخيانة سواء كانت علاقة أو زواج. قاعد أقرأ الكومنتات في انستغرام وفي كومنت كاتب إن البنت الحين قاعدة تكتب بالكومنت لا مستحيل ويخسي وكذي، وآخر شيء تلقاها إن تشوف تليفون ريلها وتلقى مليون بنت والرياكشن مالها إن تكشخله زيادة. وفي حريم قاعد يقولون إن إذا كانت علاقة غير عن إذا كان في زواج وكان في عيال، إن أنت الحين أنا قلت عن نفسي أنا إن لا ما أقدر أكمل. ففي واحدة قالت إن لأن أنت مو متزوجة وما عندك عيال ما انحطيتي بموقف إنك أنت تنجبرين إنك تكملين مع إنسان عشان عيالك. في واحدة من البنات كانت قاعدة قالت أنا لو هي مو متزوجة قالت لو أنا متزوجة وأكتشف إن ريلي قاعد يخونني ما راح أبين لأن أنا أدري. وفي واحدة ثانية قاعدة تقول هني بالكومنتات إن أكشخ له زيادة وألبس له زيادة عشان أنا أصير أحلى بعينه. يعني أستغرب من كذي أجوبة، يعني لأن تحسسين إن أنتي مالك أي شيء بهالدنيا. فالمفروض إن بدال ما أنتي تحسبين حساب والله عيالك ولازم أكمل عشان عيالي، هو كان المفروض يفكر قبل لا يخون عشان عياله. كان المفروض يقول أنا أبو عندي عيال، باكر عقبه راح يجي واحد ياخذ بنتي إذا كان عنده بنت راح يسوي فيها نفس ما أنا قاعد أسوي ببنات خلق الله. أنا أتوقع أن 3/4 الحريم يقولون أنا والله الأم الزينة المرت الزينة كذي تسوي تستر على ريلها على مشاكلها. بس الصراحة أنا أحس أن هذا تفكير قديم. أنا كمرة المفروض ما أقبل أن ريلي يخوني، خاصة أن أنا أم عيالة. خاصة في وحدة تقول أن إذا هي طلبت الطلاق هذه وحدة ما تعرف تفكر ومو سياسية مع زوجها. في وحدة تقول أنا عن تجربة أنا متزوجة وريلي خاني وعندي عيال مشيتها لأن كل الرجال عندهم هذه النزوات، لكن أن ما مشيتها بكل سهولة، سويت له لويا ومسخرة، حسست أنا في غيرك 10 وأن العيال يقدرون يعيشون وأهلهم منفصلين. في وحدة تقول أن كثر ما أنت تقين تتكلمين وتقولين أن أنا ما راح أسوي ما أسوي، لكن نظرة المجتمع للمرأة ما يرحم. في واحدة تقول إن الحريم لازم يفهمون إن الحياة كلها مو بس عن الريل، إن مرات إذا الريال مو زين تقدرين تكملين حياتك طبيعي، لأن كثر ما الناس أو الحريم يكشفون ريايلهم. إيش كنت بقول؟ في واحدة تقول إن في حريم إن مجرد ما تصير في مشاكل بالزواج سواء خيانة أو لا ما يقدرون يطلقون السبب إن أهلهم ما يرضون. أنا ما أدري، أنا أكيد في وايد أهالي معهم وايد في وجهات نظر عن هالموضوع، لكن أنا أتوقع أن أبوي لو أنا متزوجة وأبوي درى أن مثلا ريلي خايني راح يلسبه بالعقال عدل عشان يعلمه شلون يخون. يعني تقول أن أنا قاعدة أمثل أن أنا تشكيته وكلمته وتناجرنا وصار فيلم، بس أنا كملت حياتي، لكن حياتي مو طبيعية كلها تمثيل بتمثيل. الله يعينك. أنا والله مو قاعدة أشيش الحريم، لكن أنا أشيشكم يمكن على شغلة واحدة بس، قدري نفسك، حطي احترام حق نفسك، حبي نفسك، تصيري واو. يعني هو منطق مبدأ إن واحد يخونني غلط، فما بالك يعني أبو عيالك هذا شنو بيربي عياله؟ ولده راح يطلع نفسه. عيالكم راح يحسون ان العلاقة مو طبيعية بالبيت، بيئة البيت ما في حب حنان، ابوي يلم مرته ويقعدون مع بعض، شيء في توتر. فمبدأ ان انا امثل على ريلي وانا شاكته وانا ملعون خير خيري بس اسوي روحي انا كيوت، ما يصير، هذا غلط. انا احس غلط. الحياة ما توقف على حب رجل او حب مرأة لرجل، الحياة على انك انت تأسس نفسك، تسوي زين لك انت. نحط بمواقف ان في خيانة في كذب، يعني مو شرط اكمل على اساس ان هذه هي الحياة. في واحد دش علي قال لي ان الريال المتزوج بوجهة نظره هو ان اللي يخون مو ريال، لان هذه مو مواقف ولا تصرفات ريايل. انا قاعدة اتكلم عن نفسي، انا كفوز شخصيتي، انا لو انا ريلي يخوني راح اطلق لو عندي فريق كرة قدم، لكن بنفس الوقت ممكن اتفهم ان اذا المرة قالت ان اذا ريلي خاني اول مرة اسوي له لويا بس اسامحه، اذا عادها لا اطلق. هم الحين السؤال، واحدة تو كتبت لي سئلي السؤال حق الريايل، لو انت مرتك خانتك شنو راح يكون رياكشنك؟ واحدة تقول انا توني تطلقت من ريلي اكتشفت انه هو متزوج بمصر، وهم يلومونها انه ليش ما صبرتي عليه. في واحد يقول انه لو دريت ان مرتي قاعد تخوني راح اطلقها كنا العيد. أحس طبعا من حقك ولا من حقك أنت عادي تكون بعلاقة أو زواج وتفشل من سبب خيانة أو whatever، من حقك تحب واحدة ثانية، من حقك تحبين واحد ثاني، من
حقك ان انت تعيشين حياة علاقة زوجية صحية، مو غلط. يمكن الاول ما ضبطت، زواج ثاني يضبط، مو غلط، مو عيب، مو حرام، هذا زواج. احنا عندنا واحد صديق اهلي تزوج وحدة، الله لا يوريكم، مسخرة امه. تزوج وحدة ثانية الحين تعيشه ملك. في وحدة تقول ان فوز، انا لما كنت صغيرة وابوي خان امي، وانا هم اكتشفت ان امي خانت ابوي، كبرت وقمت اكره شيء اسمه ارتباط. هذا بحد ذاته هذا هو السبب ان 3/4 زواجاتنا هني بالخليج مو ناجحة، واليهال يتعقدون زيادة، والسبة الاهل ما نجحوا بعلاقتهم. ليش اكبر واربي عيالي على بيئة متوترة، ببيئة ماكو ثقة، ببيئة دائما مو متوازنة، ببيئة تحس ان في تنشن؟ هذا غلط. خاصة إذا في يهال. أنا أدري إن الحين 3/4 البنات اللي قاعد يطالعون قاعد يقولون يوه يلا سكتي أنت، باكر عقب ليش واحد وجبتي منه بنات وشباب عيال راح تطلقين. بس هذا الصدق كمبدأ، هذا صح وهذا غلط، الغلط غلط والصح صح. أنا شكوف الناس شنو بيقولون، المهم أنا شنو قاعدة ببيتي تعيسة، أنا تحوشني كآبة تعيسة، ماكو ثقة بنفسي، أحس روحي مو حلوة مو زينة كمرة كأم كمرت، علشان شنو؟ عشان واحد يروح يستانس؟ علشان مجتمع يقول انه عنده نظره حق المراه اذا هي تطلقت. زين انا ايش راح تفيدني النظره هذا؟ عساها ما شافوني بنظره زينه، انا تعيسه بحياتي. ولا عشان اهل ما يرضون انه والله ياخذون بنتهم لان هي عايشه مع رجل يأذيها، سواء كان عاطفيا سواء كان عقليا، ما يحترمها ولا مقدرها. في واحد دش علي قاعد يقول لي ان انا قبل كم شهر مطلق مرتي، والسبب ان هي خانتني وانا كنت امشي سيده وما كان يملي عيني غيرها، وطلقتها لأن مستحيل يكون في ثقة ومستحيل الزواج يدوم. فأنا قاعدة ألاحظ من الأجوبة هني بسناب وإنستغرام إن كل الريايل لما سألناهم إن أنت هل تطلق مرتك إذا خانتك؟ إي، و100% إي. ولا قال عيالي ولا قال مرتي ولا قال أهلي. بس الحريم قاعد يقول لا والله، معظمهم قاعد يقولون أسكت عشان أهلي عشان عيالي عشان البيت. في وحدة تقول إن أنا شكيت ريلي عبر الإيميل وقاعد كلمة كأنها هي وحدة وعطاها رقمه اللي هو خاشه منها مرته.